يا ترى ايه اللي بيحصل لجسمنا أول ما بنتعور؟ بعد الشر. تخيل شوية عمال كانوا بيحفروا في الأرض ومسدس الحفر شغال دت 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 وهوب، بالغلط أكيد ماسورة اتخرمت والدنيا في ثواني غرقت. يا لهوي، تليفونات وناس بتجري وناس بتحاول توقف الموضوع وماسورة جديدة و4 ساعات المية قطع. وبعدين في حد واقف باستغراب قال لهم هو انتوا بتعملوا ايه؟ وحط ايده على مكان الخبطة ورجعت سليمة. قال لنا بكل هدوء ممكن تشتغلوا عادي ما تقلقوش. ايه ده، سحر ده ولا ايه؟ تقريبا السحر ده هو اللي بيحصل في جسمنا في اقل من دقيقة واحنا مش حاسين. مع كل تعويرة بتنزل نقطة دم مننا. لما الأوعية الدموية بتاعتنا بتتقطع أو تتجرح في نفس الثانية الجسم بياخد باله ويبدأ يشتغل على طول. بس يا ترى هو الجسم بيعرف يحدد مكان الجرح ازاي وما يتلخبطش انه يروح مثلا مكان تاني عشان يبدأ فيه التصليح؟ الحقيقة ان الموضوع وكأن معمول حسابه قبل ما يحصل، لأن الأوعية الدموية أول ما بتتقطع بينزل منها مواد كيماوية. المواد دي بتعمل حاجتين. أول حاجة بتحاول تخلي العضلات حوالين الأوعية الدموية تقفل على قد ما تقدر عشان تقلل كمية الدم اللي نازلة. تاني حاجة بتتفاعل مع كرات صغيرة في الدم اسمها الصفائح الدموية أو البليتلتس عشان تخلي الصفائح دي تتركز عند الجرح ويبدأ شكلها يتغير بالكامل من كرات ناعمة وصغيرة ماشية في جسمنا بسلام لكرات بيطلع ليها زي دراعات متفرعة تمسك في مكان الجرح وتمسك في بليتلتس جديدة معدية. ومع الإفرازات الموجودة شكلهم هم كمان بيتغير ويبدأ يتعلق فيهم بليتلتس أكتر وأكتر لغاية ما الجرح يتقفل. وده تقريبا حل الجسم الأول. الغريب إن الموضوع ما بيقفش لغاية هنا، بالعكس دي تقريبا كانت البداية بس، لأن من ضمن الإفرازات الكيماوية اللي حصلت إفرازات بتخلي بروتينات تتحول من صورة سائلة لخيط يمسك الصفائح الدموية مع بعض ويشدها ويخليها أقوى ويمنع الدم إنه يهرب من الجرح بشكل أحسن. مش بس لزقة، ده في خياطة كمان. واو، احنا اي نعم وصلنا اننا قللنا او منعنا نزول الدم، لكن كأن الجسم عايز يتأكد ان مفيش حاجة ملوثة دخلت مع الجرح زي بكتيريا او حاجة ملوثة مثلا. فالمناعة وتحديدا كرات الدم البيضاء بتتركز عند مكان الجرح وبتحاول تنظف المكان من اي خلايا ميتة او جراثيم، وكمان بتفرز مواد تساعد اهم حاجة في الموضوع ان الجزء اللي اتقطع يرجع يلم تاني. قفلنا، نظفنا، يلا بينا نبني. الجسم عموما عنده مقدرة إن لو فقد شوية خلايا إنه يقدر يعمل زيها تاني بالظبط. لكن الجزء السحري في الموضوع إن الخلايا وهي بتتبني بتبقى كل خلية عينها على الخلية اللي جنبها، اللي هو هنعمل خلية ونبص على الناحية التانية، لو لمسناها يبقى الجرح قفل وشغلنا خلاص. لكن لو لسه في فراغ فنكمل شغل ونعمل خلية جديدة ونشوف، وخلية ورا خلية لغاية ما الجرح يلم. وبرغم إننا بننسى إننا اتخبطنا أو اتجرحنا، لكن جسمنا ما بينساش وبيفضل يحسن ويطور لغاية ما يخلي الخلايا الجديدة أحسن وأحسن يوم عن اليوم اللي قبله. حاجات كتير حوالينا من كتر ما هي بتحصل من غير دوشة مش بناخد بالنا قد إيه هي قوية وعبقرية وعظيمة، وإن جسمنا حرفيا هو الدكتور، وإن الدكتور مش بيعمل غير إنه يشيل السبب اللي مانع الجسم إنه يصلح نفسه بنفسه. حاجات كتير ممكن نفهمها من تعويرة صغيرة، زي إن الحاجات العظيمة مش لازم يعني تبقى حاجة كبيرة جدا، على قد ما هي ممكن تكون حاجات صغيرة متناسقة ومبنية واحدة ورا التانية. وإن مادام جسمنا بيشتغل كويس وعقلنا بيشتغل كويس فده معناه إننا عندنا جيوش بتحارب عشان نكمل رحلتنا في الحياة اللي إحنا جزء منها زي ما هي كمان جزء مننا. ما تنساش ما تنساش ما تنساش تشترك في القناة وخلينا نكتشف الحياة مع بعض. سلام.